بيقولك أنا مش بغير، أنا بحميكي. مش عايزك تخرجي عشان بخاف عليكي. امسحي الصورة دي علشان بحبك. طب هو بيحبك ولا بيملكك؟ في زمن السوشيال ميديا بقى سهل جدا نلبس السيطرة لبس حب. التحكم باسم الغيرة، المنع باسم الخوف، العزلة باسم الحماية. في نظرية في علم النفس اسمها التحكم المقنع على هيئة اهتمام. قال عنها الدكتور باتريك ويست إن الطرف المتحكم دايما بيستخدم عبارات رقيقة عشان يبرر بها سيطرته. أنا خايف عليكي، أنا بس بحاول أحافظ عليكي، أنا أكتر واحد بيحبك في الدنيا. وراء الجمل دي في شخص بيقفل عليك الباب وانت مش واخد بالك. من واقع حياتنا بتبتدي من أبسط حاجة. غير الباسورد بتاعك علشان ما تفتحيش موبايلك غير قدامي. امسحي صورة البحر دي، جسمك باين شوية. صاحبتك دي مش بحبها، ما تتكلميش معاها تاني. ليه بتحطي روج؟ احنا نازلين مشوار مش رايحين عرض أزياء. وتلاقي نفسك واحدة تانية، واحدة ما بتضحكش زي الأول، واحدة بقت بتستأذن علشان تضحك. تحكم مش حب. التحكم مرض بيبدأ باسم الحب وبينتهي بخنقة اسمها علاقة. الدكتورة هيلين فيشر المتخصصة في علم النفس العاطفي قالت إن الشخص اللي بيحاول يعزلك عن أصحابك وأهلك ويسيطر على قراراتك هو شخص بيعاني من اضطراب التعلق القهري. ده بقى بيخليه يشوف العلاقة سجن عاطفي، وكل اللي بيحبه جواه لازم يتحبس معاه. طب الخلاصة بقى إن الحب عمره ما كان تحكم. الحب هو إنك تحبني وأنا حرة، مش وأنا محبوسة جواك. الحب مش قيد، الحب اختيار بيتكرر كل يوم من غير تهديد ومن غير شروط. أنا مخلص جويش، ودي بقى الخلاصة.